هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح نعمل سوا وصفة صلصة البيتزا على الطريقة الإيطالية. ولهالوصفة احنا بحاجة علبتين من البندورة المعلبة، 4 فصوص توم، نص كوب حبق، ربع كوب زيت زيتون، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، واختياري رقاقات الحر. بالخلاط لحط البندورة المعلبة وضيف عليها الثوم، ورح اقطف الورق من عروق الحبق وضيفهم عليهم. حط لهم ملح وسكر ورشة صغيرة من رقاقات الحر، وهيدا الشيء اختياري بيرجع لكم. وبالاخر ضيف عليهم زيت الزيتون. شغل الخلاط ولما يمتزجوا المكونات معي بتكون صلصتنا صارت جاهزة. وبأكد لكم انه صلصة هالبيتزا اطيب بكتير من الصلصات اللي بنشتريها جاهزة. هلا انا هون رح استعملها بعمل البيتزا المارغريتا. بحط شوي من الصلصة على العجين وبفردها لتغطي العجينة كلها، وببرش فوقها جبنة بارميزان. وبوزع عليها قطع جبنة الموتزاريلا الفريش. وبنكهها بوراق الحبق وعلى الفرن. وهيك صار عنا أطيب بيتزا مارغريتا بصوص شغل البيت، وألف صحة وهنا.